السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، وحشتوني. ازيكم عاملين ايه؟ يلا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ يومنا النهاردة الجميل بإذن الله. النهاردة ان شاء الله عايزة اعمل لكم خلطة جميلة قوي للشعر. حبيت ان انا لما اجي اعملها شارككم فيها وتعرفوها معايا. الخلطة دي بأمر الله لمعان، تطرية، تهدئة للهيشان، تقوية للشعر. الشعر خفيف ما شاء الله بيقوى ويتقل. ان شاء الله خير بإذن الله لنا جميعا، بس طبعا الموضوع بيبقى عايز صبر شوية زي ما انتم عارفين. الشعر زي النبتة، بياخد وقت على ما يبدأ يستجيب. مش معقول هتزرعي البذرة النهاردة تلاقيها بكرة طلعت، فبياخد وقت. هو أقصاها 3 شهور. بتقعدي بقى من وقت ما بتعملي تتابعي شعرك، هتلاقي التقدم واضح يوم عن يوم، لحد بأمر الله ما يعدي ال3 شهور بإذن الله تلاقي النتيجة المضمونة اللي انت عايزاها. وجربي ومش هتندمي بإذن الله. كل الحاجات اللي هنستعملها ان شاء الله حاجات طبيعية وزيوت عادية خالص موجودة عند العطارين. زيوت برضو طبيعية حلوة برضو للشعر. فاحنا هنروح دلوقتي بإذن الله نشوف الأول المكونات ونروح نعمل الحاجة. أنا معايا هنا معلقة صغيرة زبدة شيا، ومعايا هنا لوز مر، ومعايا زيت جوجوبا، ومعايا برضو زيت الجرجير. طبعا كلنا عارفين فوائد زيت الجرجير. على فكرة زيت الجوجوبا برضو للبشرة جميل جدا، وبيضيع حب الشباب وبيزيل المكياج. جميل قوي. زيت حشيش انا جايباه سايب كده من عند العطار. زيت خروع طبعا شايفين اهو، هي زيت ازازة تانية بس انا حاطة فيها خروع. عندنا حباية فيتامين اي. تمام، فيتامين اي او ه، زي ما موجود. هي بتيجي من الصيدلية اهي، فيتامين ه بناخد منها حباية. عندنا هنا بقى الخلطة اللي احنا عايزين نعرفها مع بعض اللي هتتحط معاهم. معلقة صغيرة حبة البركة على معلقة صغيرة حلبة. عايزة تكتري شوية ماشي، بس انا عشان ما عنديش حبة البركة قد الحلبة، انا عندي الحلبة اكتر، فحطيت الاتنين مقربين لبعض في الكمية. لكن ممكن تحطي معلقة كبيرة ومعلقة كبيرة. عندنا طبعا زيت زيتون. هنحط طبعا كل ده على بعض بإذن الله ونخلطه ونحطه في برطمان أبيض نضيف أهو، علشان نحطه في مكان مقفول وضلمة. نقفل البرطمان كويس، نحطه في كيس أسمر ونحطه في مكان ضلمة زي دولاب زي خزنة لمدة أسبوعين. وبعد كده تجيبيه بأمر الله بعد بقى تخميره مع كل الزيوت دي ومع الحلبة وحبة البركة، وتبدأي تدلكي بيه فروة الراس وتدهني بيه شعرك ما شاء الله. وتقعدي بيه ساعة ساعتين، وبعد كده تدخلي تغسلي راسك بأمر الله. والفوايد بقى بتبقى لازم يعني ما ينفعش تحطيها بعد غسيل الراس، لأن اما بتتحط بعد غسيل الراس الشعراية بتتقصف وتقع، لأن دي زيوت. فالزيت المفروض ان احنا بنحطه ونسيبه بقى على شعرنا ساعتين كده حلوين، وبعد كده قبل اللحومة او قبل غسيل الراس ندخل بقى نغسل راسنا علشان تتنفس من كل ده. هي خلاص خدت فايدتها بس تتنفس بقى، تبص تلاقي ما شاء الله النتيجة واضحة وجميلة جدا. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. انا هروح بقى دلوقتي اسيح دي على حمام ميه. يعني انا اجيب ميه سخنه واحط دي فيها تسيح، لكن ما احطهاش على النار مباشره. تمام. زبده الشيا بتتحط على حمام ميه سخن تسيح، ابدا اضيف عليها كل الزيوت واضيفها بقى باذن الله في البرطمان، ونشوف هنعمل ايه ان شاء الله. اهي يا جماعه انا سيحت الزبده وحطيتها على كل نوع من انواع الزيوت اللي قلت لكم عليها معلقه صغيره. اما بقى زيت الزيتون فهي دي الكميه اللي انا حطيتها منه، عايزه تكتري كمان شويه براحتك. زيت الزيتون هو الاساس في الموضوع، فانت بتحطي منه زي ما انت عايزه، لكن الباقي هو المساعدين له. هنبدا بقى نحط عليها الحلبه وحبه البركه، وهقص بقى حبايه الفيتامين وبرده احطها فيه بامر الله. اهي يا حبايبي انا على فكره زودت زيت الزيتون كمان شويه، خليته لحد نص البرطمان. الخلطة اهي. طبعا انتوا شايفين في قطع كده تحت زبدة الشيا لما اتحطت على الزيت وهو ساقع
فطبعا مسكت. هي زبدة يا جماعة، يعني زي الزبدة بتاعتنا الطبيعية كده لما بنحطها بتمسك تاني. فهي طبعا ايه، انا سيحتها بس عشان تسهل فهي في التقليب. طيب وانتي اهي شايفين عاملة ازاي في المعلقة؟ بصوا اهي ماسكة في المعلقة ازاي. طيب ايه الحاجة كمان بقى اللي انا نسيت اوريها لكم في المكونات وحطيتها، وحطيت منها 3 معالق مش معلقة زي بقية الزيوت. هي زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو على فكرة جميل جدا وبيقوي الشعر يعني بيعالج اي التهابات في ارضية الراس. زيت اللوز الحلو طبعا ممتاز. فاحنا بنحط منه كمية اكتر لان زيت اللوز المر لازم يستخدم بكمية بسيطة. فقصاده بيستخدم زيت اللوز، يعني لو استخدمنا معلقة نستخدم يجي 5 معالق زيت لوز حلو. يعني لو معلقة زيت لوز مر يبقى قصادها من 4 ل5 معالق زيت لوز حلو. فعشان كده احنا حاطين معلقة من زيت اللوز المر، حطيت قصادهم يجي 3 زيت لوز حلو، لان في معانا زيوت تانية كمان مع الزيت. فكل ده بإذن الله يدي فايدة حلوة قوي للشعر، وإن شاء الله يكون فايدته جميلة معاكم ومعايا، ونكون مبسوطين منه كلنا إن شاء الله. هنعمل ايه بقى علشان نسيح التماسك بتاعها ده؟ قبل ما نيجي نستعملها بإذن الله بعد الأسبوعين بقى ما يعدوا كده إن شاء الله، احنا بنستعملها مرتين في الأسبوع أو 3 مرات في الأسبوع، يوم ويوم. بنعمل ايه بقى علشان نفكك التجمد بتاع الزبدة؟ بنحطها في ميه دافيه بس عشان البرطمان برضو ما ينكسرش مننا. في ميه سخنه قوي دي ما تنفعش. هندفي الميه كده ان هي يعني ايه ما تلسعش ايدينا، يعني ايه حلوه يعني عاديه كده. ونحط بس البرطمان فيها ونقلب كده، تبصوا تلاقوا ايه كل اللي ماسك فيها ده هيسيح ويبدأ كله تاني يندمج مع بعضه، ونبدأ ان احنا نستعمله وهو كله سايل مع بعضه بقى، ويسهل الدهن شعرنا بيه. تمام. هنقفل بقى البرطمان دلوقتي ان شاء الله، ونحطه في كيس اسود ونعينه في مكان مظلم، مكان ضلمة، لمدة الأسبوعين بأمر الله، ونطلعه بقى إن شاء الله ويجعله بإذن الله نتيجة طيبة جدا. وقولوا لي رأيكم في التعليقات بعد ما تستعملوه، ويا رب يا رب تفرحوا كلكم بالنتيجة الحلوة إن شاء الله. أنا طبعا بعمله لعيالي ودايما بعمله في البيت. ده خلطة شبه برضو نفس انا قلت لكم قبل كده في فيديو قبل كده برضو بالخلطة الطبيعية بتاعت بذور بذرة الكتان وبرضو زيوت حلوة عليها والكلام ده، برضو انا عملته فيديو قبل كده. ده حلو وده حلو، بس انا بفضل دي بصراحة في الشتاء علشان الجو بيبقى ساقع. على بذرة الكتان بتبقى مية وكده وحاجات من دي بتسقع البنات ممكن يعني، والولاد برضو ممكن يعني يجيلهم برد ولا حاجة. فعلشان كده الصيف بيبقى له كده حاجات حلوة برضو اللي هي بيبقى داخل فيها المية وكده، والشتاء بحب اعمل فيه الزيوت والكريمات الفوزلين والحاجات دي. حتى المخمريات بنعملها برضو بالفوزلين في الشتاء وبالكريم في الصيف. ربنا يا رب يوفقنا جميعا. ما تنسونيش اشتراككم الحلو ودعواتكم ليا وتعليقاتكم الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.